السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أهلي الكرام. بداية خلونا نكسب الصلاة على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، فضلا وليس أمرا. لايك على هي الفيديو. طبعا أصدقاء الكرام، بالنسبة لموضوع نحن امبارح جبنا خبر وبنفس الوقت نقلناه عن أشخاص بدأوا يتداولوا في بالنسبة لموضوع منحة 3500 ليرة تركية. طبعا أنا تواصلت مع الهلال الأحمر التركي، وهلأ كمان راح نوضح لكم شو اللي صار بالنسبة لهي الموضوع. بداية الأمر إخواني الكرام، في تصريح أيضا عاجل لسليمان صويلو عن مرشح العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول. أنا لم أتعرف على مراد كوروم في مكتبه، بل في عمله. تعرفت عليه في زلزال ألازيغ وملاطيا وفيضانات غيروس وقسطنطون وسينوب، وعرفته في زلزال إزمير، في فيضانات ريزا وارتفاعاتها، في حرائق أنطاليا وموروس وموغلو. عرفته في زلزال 6 شباط، أحد أكبر زلازل الكرة الأرضية. أيضا الإنسان يعرف في الطريق والسفر، هذا ما علمنا إياه كبارنا. طبعا تصريح جميل، وأيضا هي التصريح بمثابة تزكية أيضا إخواني الكرام للمرشح القادم مراد كوروم لحزب العدالة والتنمية. إن شاء الله تكون الأمور للخير، وإن شاء الله بالفرج القريب عن أهلنا السوريين وين ما كانوا، أيضا العرب المقيمين بتركيا. بالإضافة إلى ذلك، امبارح نشرنا أخواني الكرام بخصوص منحة 3500 ليرة طبعا على الهلال الأحمر التركي. طبعا امبارح الظهريات تقريبا تواصلت معهم بخصوص موضوع انه رح تقدموا منحة لشهر رمضان المبارك، وبنفس الوقت معظم الناس صار يتداولوا انه خبر منحة 3500 ليرة تركي. طبعا الموظف ما نفى الخبر وبنفس الوقت ما أكد الخبر. نحن بهي الحالة أخواني الكرام ما في أي تأكيد، وبالعادة في حال حدوث أي تغير ما نحن بنطلعكم عليه بأسرع وقت ممكن. كثير من الناس أيضا امبارح لما نشرنا أنه في أشخاص نشروا بخصوص هي الموضوع، كثير من الناس كتبوا قيمة المنحة ورح نستلم هي المنحة وكيف رح نستلم هي المنحة. أخواني الكرام، لسه ما صار في شيء رسمي. هن محددين أنه 10 الشهر الحالي انه الناس راح تقبض هي المنحة، لكن ما في اي شيء رسمي بخصوص هي الموضوع. وانا تواصلت مع الهلال الاحمر التركي، عم حاكيكم لسه ما اكد وما نفى. بالتالي اخواني الكرام، اليوم اي خبر بيتم تداوله بدون تأكيد، وبنفس الوقت انا قلت لكم راح اسعى ورا هي الخبر حتى نأكده 100%. وانا بتمنى انه يكون هي الخبر صحيح، وبدل 3500 يكون 10000 او 5000 للعائلة الواحدة. وخصوصا نحن مقبلين على شهر الخير، شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يكون كله خير وبركة علينا وعلى المسلمين جماعة. الله يفرجها علينا والله يبارك فيكم. وبتمنى من الأخوة المتابعين، أنت أخي الكريم كشخص عم تكتب بالتعليقات، بتمنى أنك تتابع الخبر للنهاية، لأنه لما بتتابع الخبر للنهاية ما بحاجة أنك أخي الكريم تكتب تعليقك، لأنه الفيديو بيكون موضح نفسه بنفسه. يعني أنا هلأ عم قل لك أنا تواصلت مع الهلال الأحمر التركي، وبالمقابل الهلال الأحمر التركي لا أكد الخبر ولا نفى الخبر. يعني هي الشيء كمان نحن يعني بعملنا نحن بنقول عنه لحد الآن إشاعة، لكن ما في شيء رسمي. في حال أي تطور ما فأكيد إن شاء الله رح نخبر بهي الموضوع. أي سؤال أو أي استفسار أيضا كتبوا لنا بقسم التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.